وظهر دي يعني شفناه يعني رجع. يبقى بين هاف بين راح وبان. راح وايه؟ هاف جن جن راح وما جنش ما جاش ما جنش. يبقى بين راح وايه؟ بين راح وبان وجن راح ما جنش. في الامتحان ايه؟ He space to France. ثواني. Now he is in Cairo. بيقول لك هنا راح فرنسا دلوقتي في القاهرة. قال لك has been ولا has gone ولا had been ولا be بس. راح فرنسا دلوقتي في القاهرة. رجع ولا ما رجعش؟ يبقى الإجابة إيه؟ خلاص has been. الوقت معين ولا الوقت اللي هو بيتكلم فيه؟ الوقت اللي بيتكلم يقيم، موجود في حته، قاعد في مستشفى، قاعد في بيته، في اي مكان. نفس الجمله he not to France and he is still there. راح فرنسا وما زال هناك. ها يبقى has been ولا has gone؟ طبعا وضع الامتحان عارف ان مصر كلها هتشرحها لانها في كل الكتب. عايز تضحك علينا يجيب دي. هي دي فيها تو صح؟ ودي تو، لكن دي ايه؟ يقول لك ايه؟ جمله زي كده he not in hospital في المستشفى. he not in hospital for 3 days لمده 3 ايام. ويقول لك اختار has been ولا has gone ولا had been ولا be. الناس ساعتها كلها هتقعد تفكر ما بين راح ورجع وراح وما رجعش. استاذنك كده، هي الكلمه دي حرف الجر ده اسمه ايه؟ لما تبقى ان ملهاش غير حل واحد اللي هي ايه؟ has been. طيب عارفين كلمه هاو لونج صح؟ يعني ايه هاو لونج؟ امال ايه؟ وفي حاجه اسمها هاو لونج اجو. يعني ايه هاو لونج اجو؟ تمام. هاو لونج دي معناها ما المده. معناها ايه؟ هاو لونج اجو دي معناها منذ متى. ايه الفرق؟ طب انا هقول لك كده، كلمه اجو دي ما ينفعش تيجي غير في نهايه جمله ماضي بسيط بس. قابلته من 10 سنين. ماضي. انت عندك كلمة هاو لونج بيجي وراها زمن البريزنت بيرفكت، المضارع التام او التام المستمر لما نشرحه. هاو لونج اجو بيجي وراها زمن الباست سيمبل الماضي البسيط. للمرة المليون ده ملاحظات مش فاهم. يعني ما اقول لك جملة زي كده هاو لونج not football. من امتى وانت بتلعب كورة؟ قال لك اختار did you play ولا have you played ولا do you play ولا had you played. هستأذنك كده، هنا كلمة ايه؟ هي how long بيجي وراها ماضي بسيط ولا مضارع تام؟ يبقى did you play ولا have you played؟ طيب احنا قلنا صحيح ان نفتكر كده سوا، قلنا العنوان بيجي عليه اسئله بنسبه كام في المية؟ الكلمات 40%. الملاحظات اللي فاتت 10%. كده كام؟ في 40% من الدرس على سنس وفور. وانا يهيألي ان مصدر الامتحان بتاعك هيبقى حاجه من الاثنين، يا العنوان يا سنس وفور. انا سمعت مهازل في سنس وفور اللي يقول اصل سنس بيجي وراها سنه واللي بيجي وراها تاريخ. طب اسمع كده بعد اذنك بتاعي في منتهى الاهميه وتركز لان دي فيها حته شرح. ايه بقى الفرق بين كلمه سنس وفور؟ لا انا بقول لك اهميتها عشان تسمعها. انا عندي كلمه اسمها سنس وعندي كلمه اسمها فور.
اولا كله بقى كده معايا، هي كلمة سنس دي معناها ايه؟ سنس معناها منذ، فور معناها لمدة، معناها ايه؟ وينفع تقولها بقالي، بقالنا، بقالهم، هنفهم حاجة. الفرق بين سنس وفور دي في منتهى الأهمية. هقول لسيادتك ان كلمة سنس دي بيجي وراها بداية الحدث. بداية الايه؟ وفور بيجي اسمها لمدة، بيجي وراها مدة الحدث. يعني ايه يا مستر؟ نكتبها وبعدين نشرحها. يعني اقول لك سنس 7 o'clock من الساعة 7، سنس يسترداي من امبارح. اقول لك سنس ماي من شهر مايو، وبيجي معاها كلمة لاست، وساعات ذا لاست بالمناسبة. في حاجة كده صحيح في الجرامر، احنا خدنا اتس تايم واي ويش، صح؟ لو جه وراها فعل بيبقى فيه ماضي، هتلاقي في الإجابة ماضي تام هيد. ماشي كده؟ الحاجات دي انا بقصد ان الطالب يغلط فيها قبل ما اشرحها، هي لسه الحصة الجاية. دي مثلا انا كاتب هنا مكتوب في كل الكتب سنس لاست فور ذا لاست، هتلاقي في ملحوظه. طب ليه يا مستر ما نشرحهاش على طول؟ لازم تغلط فيها. زي كده ديسبايت والحاجات دي، المره الجايه وانا بحل في ملحوظتين في منتهى الاهميه. طيب تعالى كده هقول لك فور 3 hours 3 ساعات، فور ا ويك اسبوع، فور ايجز ومعاها كلمه ذا لاست. ايه بقى الحوار بتاع سنس وفور؟ كله اسمعني هنا. انا قلت سنس بيجي وراه ايه؟ بدايه الحدث. يعني ايه بدايه الحدث؟ ركز. بدايه الحدث ابقى عارف اوله امتى. اول ما تيجي سنس وفور هتعمل الاتي، هتقرا الجمله كده وتقول هي البدايه في الجمله اذا قلت تبقى سنس. تاني، اول ما تيجي سنس وفور هتقرا الجمله وبعدين تقول هي البدايه دي البدايه موجوده في الجمله، بدايه الحدث هنا ولا لا؟ يعني ايه؟ رد عليا. انا ما شفتوش من امبارح، بدايه عدم الرؤيه امتى؟ يعني موجوده خلاص تبقى سنس. ما كلمنيش من الساعه 7، بدايه عدم كلامه ليا امتى؟ يعني البدايه موجوده خلاص تبقى سنس. طب ما شفتوش بقالي 10 سنين، استنى بقى، البدايه هنا فين؟ ما تطرحش. هي 10 سنين دي بدايه ولا دي المده كلها؟ يا ابني خليك لماح. كلمه فور بيجي وراها مده. مده يعني ايه؟ يعني اسبوعين، شهرين، 3. دي معنى كلمه مده. ثانيا، المستر بيقول لي سنس لازم يجي وراها بدايه الحدث. لما اجي اقول ايه؟ لازم كده اول ما تيجي سنس هتعمل ايه؟ هقرا الجمله واقول هي البدايه موجوده في الجمله، طلعت تبقى سنس. انا ما رحتش شرم من 2020، بدايه عدم المروح امتى؟ 2020، دي موجوده يبقى سنس. طب ما رحتش بقالي 5 سنين، هي البدايه 5 سنين ولا دي المده كلها؟ عارف لو قفلت معاك ترجم سنس، ترجم فور على انها بقالي، على انها ايه؟ نفعت تبقى هي فور. يعني يا مستر بقالي 3 ساعات، تنفع؟ يبقى فور. بقالي اسبوع، تنفع؟ يبقى فور. بقالي الساعه 7 يبقى سنس. بس استنى بقى كده، احنا قلنا سنس بيجي وراه ايه؟ البدايه. فور بيجي وراه ايه؟ المده. في حاجه كده انا هكتبها، الحاجه دي انت هتشوفها معايا على مدار السنه 4-5 مرات تقريبا. حاجه اسمها كي انسر، مفتاح الحل. الكلمه دي انا هكتبها 4-5 مرات في السنه كلها، تعرف على طول الاتي ان الحاجه دي مهمه جدا وانت هتغلط فيها، وانا فاهم وانت فاهم. هتغلط فيها ازاي؟ الراجل لابس ابيض تحت، انت هتفضل ماسك الموبايل؟ خليك ماسك الموبايل لحد ما انا اسمع لك وماشي خالص. ايه بتقرا في الكتاب؟ انا الكلام ده في الكتاب عندك؟ ما انا بشرح من الكتاب فعلا. طب ما ناخد الكتاب ونروح على بيتنا. لو جاي في اهم حته معايا كده رد عليا كده. ما قابلتوش من شهر مايو، البدايه امتى؟
تبقى الاجابه ايه؟ عارفين اهو. ما كلمنيش بقاله ساعتين. هي ساعتين دي البدايه ولا المده؟ حلو قوي، يعني انت فاهم اهو. وبالرغم من كده الناس هتغلط في الجمله الجايه. بص انا هكتب ايه؟ هقول لك الجمله دي ورد عليا كده. لما اجي اقول لك I haven't seen her، انا لم اراها so long، منذ زمن طويل. قال لك اختار for ولا yet ولا since ولا ago. ناخد يا جماعه ايه؟ في ناس قالت فور وناس قالت سنس واحنا لسه ما روحناش. عشان كده لما اقول لك انت هتغلط انا عارف. انت بتبقى فاهم بس انت قبل ما تجينا انا مر على الاف، فانا عارف الشاطر يغلط فين والمتوسط يغلط فين. طب الناس اللي قالت سنس، احنا قلنا لما بتيجي سنس وفور بنحدد البدايه فين في الجمله، صح؟ انا ما شفتهاش منذ زمن طويل. فين البدايه؟ ايه؟ طب لما هي ما فيش اخترت سنس ليه؟ عارف ليه؟ عشان قال منذ. عشان كده حضرتك الاول كده هنمشيها كلغه. انا ما شفتهاش منذ زمن طويل. المستر قال لي تشوف البدايه فين؟ هي البدايه موجوده في الجمله؟ يبقى دي سنس ولا فور؟ طب عشان ده ما يتكررش، مفتاح الحل اللي انا هكتبه ده، مفتاح حل ده يعني ما ينفعش انك تغلط من غيره. هتحله مفيش غلطه. بص انا هقول لك ايه. اول ما تيجي سنس وفور اختار فور الاول. اختار ايه؟ وقولها بقالي. ولو الضمير هي بقاله، ولو الضمير شي بقالها. نفعت تبقى صح، ما نفعتش اختار سنس. استنى بقى، احنا اتفقنا كلغه سنس بيجي وراها البدايه ولازم الاقيها في الجمله. فور بيجي وراها المده. شكيت في اللجنه معايا على السبوره؟ يلا نحل كده بمفتاح الحل. اول ما تيجي سنس وفور انا هحلها بايه؟ وترجمها على انها ايه؟ نفعت خلاص ما ابصش على سنس. انا ما شفتهاش بقالي وقت طويل. نفعت خلاص يبقى فور. طب جمله كمان. لما اجي اقول لك الجمله دي ورد عليا كده، بقول لك هنا he hasn't called me، ما كلمنيش his departure، منذ رحيله. وقال لك اختار. قال لك هنا ما كلمنيش منذ رحيله، قال لك for ولا since ولا yet ولا ago. الاول ثواني لجميع الناس هنا، ثواني بعد اذن الناس. الاول كده، هو احنا قلنا فور بيجي وراه ايه؟ ايه؟ مده، صح؟ طب بعد اذن حضرتك كده، طالما بيجي وراها مده، هي راحله دي مده؟ هتردوا؟ يبقى مستحيل تبقى فور. فور ما بيجيش وراها غير مده. اتنين، هو ما كلمنيش منذ رحيله. بدايه عدم كلامه ليه امتى؟ الرحيل، يعني بدايه موجوده تبقى سنس. ثالثا نروح للمفتاح. هي فور يعني ايه؟ بقالي او بقاله. هو ما كلمنيش بقاله رحيله. تنفع؟ تبقى الاجابه ايه؟ خلاص يبقى سنس. ايه ده؟ يعني انا كده يا مستر في كلمتين ورايح دماغك بقى كده بين سنس وفور. اسمع دي كده. هي فور بيجي وراها المده. بيجي وراها ايه؟ مده يعني شهر، شهرين، سنه، سنتين. دي كلمه مده. سنس بيجي وراها البدايه. بيجي وراها عندي حاجتين. انا هقول مثلا سنس، اشوف الجمله البدايه موجوده يبقى سنس، مش موجوده تبقى فور. قفلت معاك هتمشي بالمنطق اللي هناك ده. طيب طبعا وضع الامتحان عارف كويس قوي ان جميع طلاب مصر اول ما هيشوفوا سنس وفور مش هيفهموا، هيختاروا هاف وهاز. لا، ما هو عارف ده وهو هيلعب على دول. اولا كلمه سنس وفور، ما انت لسه يا مستر قايل من شويه ان كلمه سنس بيجي معاها ساعات المضارع التام بنسبه كام؟ 99%.
ولكن. هي كلمة سنس بيجي معاها المضارع التام ولكن. ركز كده في الحتة دي. أنا عندي كلمة سنس ينفع يجي المضارع التام قبلها البريزنت بيرفكت أو البريزنت بيرفكت كونتينوس، المضارع التام المستمر لحد ما نشرحه. ويجي قبلها حاجة اسمها اتس بلس بيريد اوف تايم زائد مدة زمنية، اللي هي معناها انه لا اسبوع ولا حاجة. اسمع دي ما تنساهاش. الزمن الوحيد اللي بيجي بعد سنس هو زمن الباست سيمبل. زمن الايه؟ او فعل في ان جي عند عدم وجود فاعل بعدها. البتاعة دي أنا مش فاهمها مستر. جيت تراجع ما عرفتش تراجعها، عندك امتحان جات لك آخر السنة وأنت مش فاهم، عايز تجيب جرامر من غير مدرس، معاك كلمات رقم 1 2، قول الجملة عربي واللي يطلع من بقك يبقى هو الجرامر الصح. سنس معناها إيه؟ قول أي جملة بالعربي فيها كلمة منذ، شوف هيجي وراها إيه. مستحيل يجي غير ماضي. أنا لم أراها منذ أمس، أمس ماضي. ما كلمتنيش منذ الساعة 7، أنهي 7 اللي جاي ولا اللي فاتت؟ يعني ماضي. ما شفتوش منذ رحيله، رحيله ده جاي ولا فات؟ فمستحيل يجي وراها غير ماضي. يجي بقى في الامتحان الراجل دول اقرب حاجه العب بيها في سنس وفور. يقول لك ايه؟ اسمع الجملتين دول. اتس ا ويك، انه لاسبوع. I last saw علي، منذ ان رايت علي. قال لك اختار for since yet ago. الاول بتفكر في ايه؟ يا رايت علي دي مده، رايت علي دي مده، وفور ما بيجيش وراها غير. ما تنساش. ثم انا هقول انه لا اسبوع منذ ان رايت علي. منذ يعني ايه؟ ورايت علي دي في انهي زمن؟ خلاص تبقى الاجابه سنس. بس مش دي اللي هيضحك عليك بيها، سنس اللي هكتبها دي. يقول لك since he space I haven't seen him. منذ حاجة أنا لم أراه. since he returned. since he has returned. since he had returned ولا returns بس. 90% من طلبة مصر يقول لك كده since اختار هاف وهاز. هي دي كلمة ايه؟ هو بيجي وراها انهي زمن؟ ماضي ايه؟ بسيط بس. تبقى الإجابة ايه؟ has returned ولا returned؟ تمام. لما أقول لك I've admired him، أنا معجب بيه since him، منذ حاجة. قال لك have met ولا meeting ولا met ولا had met. استنى، هي دي كلمة ايه؟ في وراها فاعل؟ احنا قلنا سنس لو ما فيش وراها فاعل بناخد الفعل فين؟ يبقى الإجابة ايه؟ have met ولا meeting؟ يبقى احنا قلنا كلمة سنس بيجي وراها انهي زمن؟ ما سمعتش. سنس ما بيجيش وراها غير زمن الباست سيمبل نهائيا، الا مع كلمتين اللي كان جايب واحده منهم في امتحان التجربه. ما بيجيش وراها غير باست سيمبل غير مع الكلمتين دول بس. في عندك كلمه اسمها سنس وين وكلمه اسمها سنس زن. دي معناها منذ متى، وسنس زن منذ ذلك الحين. دول بس اللي بيجي وراهم زمن البريزنت بيرفكت المضارع التام مع سنس. لما جاب الجمله كده قال لك ايه؟ سنس وين سكواش، من امتى وانت بتلعب سكواش. وقال لك اختار did you play ولا have you played. رد على
since when بيجي وراها انهي زمن؟ ماضي بسيط ولا مضارع تام؟ يعني did you play ولا have you played؟ طيب في سطرين كده اسمهم المضارع التام المستمر. لا ما تقطعش وانا هسيبهم لك. السطرين دول لجميع الناس انا عايزك تقراهم. هو دول في سيفيريت 7 بس انا هشرحهم في 1. هياخدوا مني انا 10 دقايق، انا عايزك تقراهم. لان انا الحصه الجايه لما باجي اقفل اليونت بقفله ازاي بقى وانا بحل الواجب؟ الاول ببدا بالاسئله اللي الناس بعتتها. ثانيا هبدا بمضارع تام مستمر، بس اسمعني بقى. انا عايزك تقراه لوحدك وتحله لوحدك وشوف هتاخد وقت قد ايه وهتحله في قد ايه. استنى بقى دقيقه. ولما تلاقي نفسك كده قعدت فيه كتير ونصه غلط يبقى ما تتوهش مني. صحيح انا عارف ان جميع الناس بقالهم بتاع 5 دقايق بالسلامه كله نايم وتايه، وانا سايبك وانا قاصد اسيبك تعمل كده. ما انت هيجي لك وقت تسرح، هيجي لك وقت تتوه. لا ثواني بعد اذن جميع الناس، ما تيجي كده نشوف ان احنا سرحنا في ايه. بس بعد اذنك نص دقيقه كله معايا، اهم نص دقيقه في الجرامر. احنا كنا اتفقنا الاسبوع اللي فات ان انت لما هتحفظ الجرامر هتحفظ ايه؟ العربي بس، صح؟ طب افكر الناس كده. تعالوا، هو الهاف وهاز وهاد وسنس والحاجات دي انتوا عارفينها كلها صح؟ بس النص دقيقه دي مفيش مخلوق هيبقى عينه مش هنا والا يبقى تصنيفه هو عنده غني. طب المستر قال لي الاتي اللي انا هحفظه اللي انا هاجي المره الجايه اسال فيه، الناس هترد عليا فيه. لما اجي اقول لك هنا يعني ايه يا ابني مضارع تام، ما تقوليش هاف وهاز. تقول يا مستر حدث بدأ وليه أثر أو حدث انتهى. أدي أول حاجة هتحفظها، أدي جملة عربي. يعني أنا هسمع ده المرة الجاية. أنت وبتاع الأونلاين اللي هيبقى معايا زوم هسمع له كده. 2 هاف وهاز أنت عارفها صح؟ بتتكتب إمتى؟ مستر هتقول كده صحيح. بيتكون من هاف وهاز. هتحفظ بيتكون من بس. هو أنت عارف كلمة بين دي صح؟ لما تطلع من بق مضارع تام يعني حدث بدأ وليه أثر في المجهول have been. الفيلم يعرض منذ أسبوع. ده مضارع تام بس يبقى ذا فيلم has been watched. يبقى أنا حفظت كده هكتب بالعربي كده لو مجهول في المضارع التام هكتب بس have وhas been. بعدها شوية الكلمات دي المستر قال لي احفظها عشان لما تيجي تختار have وhas هتحفظ جاست الكلام اللي انا كاتب عليه بالعربي بس هتحفظه. الامثله اكيد ما تلزمكش بس هتكتبها في الكشكول عشان معظمها ثانويه عامه. بعد كده المستر قال لي هنا في ملاحظات اللي انا بدات افصل فيها. عينك معايا كده بعد اذنك. المستر عمل كده قال لي في حاجه اسمها اوريدي ويت. دي اثبات سؤال تعجبي. نهايه السؤال نهايه الجمله المنفيه. حازنت دي ايه يا ابني؟ منفيه يا مستر. تختار ايه؟ بصيت قلت له يد. انت فزت بالجائزه انا مندهش. ايه ده يا حبيبي؟ سؤال تعجبي يا مستر. اختار قلت له يد. يبقى انا هاجي اسالك يعني ايه اوريدي تقول لي يا مستر بتيجي في الاثبات وسؤال تعجبي يد. انا مش هسمع لك غير عربي. اقول لك يد تقول لي جنبها كذا اوريدي جنبها كذا. قال لي ايفر نيفر. قال لي دي معناها كذا ودي معناها كذا. وراح سألني هل حاجه قابلت الرئيس؟ عيني طلعت فوق سبق ان فاخترت ايفر. يبقى انا هحفظ بس المعنى اللي بالعربي. بعد كده قال لي هاف بين تو ذهب وعاد. هاف جان تو ذهب ولم يعد. هاف بين ان يقيم فيه او متواجد فيه. وراح قايل لي هو راح فرنسا دلوقتي في القاهره. رجع يا ابني يا مستر. اختار بصيت فوق قلت له هاز بين. هاو لونج بيجي وراها مضارع تام. هاو لونج اجو ماضي بسيط. حفظت الاثنين. دي مضارع تام ماضي بسيط. بعد كده اللي انا فصلت فيها اللي هي اهم واحده. المستر قال لي سنس وفور. اسمعها عادل بقى. قال لي الفرق بين سنس وفور. فور بيجي وراها مده. فور بيجي وراها ايه؟ سنس بيجي وراها 3 حاجات. يا بدايه الحدث يا ماضي بسيط يا اي ان جي لو مفيش فاعل. وقالت لمها في كلمتين. لو جات لك تحلها الاول بفور وتقولها بقالي نفعت صح ما نفعتش سنس. سنس وين سنس زن بيجي وراهم مضارع تام. هو ده الدرس اللي انت بتشوفه صعب.
طب بص بقى، المره دي بقى الولد ده هيذاكر كالاتي، بس المره دي احنا في اول حصه مشينا اللي مش حافظ. الحصه الجايه انا هجيبك تسمع، بس هنا المره الجايه انا هسمع بس مش هطرد حد، هتفرج على الناس وهشوف الناس دي عامله ازاي، وهدخلكم على شطار اونلاين يتكلموا معاكم وتناقشوا. احنا عايزين نشوف مين اشطر. بس انا هستاذنك المره دي بقى، انت هتذاكر، المستر لا هيسمع ولا هيطرد، يعني ما تخافش مني. عايزك بقى تذاكر بالطريقه اللي انا هقولها دي عشان نجرب. والله طلعت الطريقه حلوه وانت ذاكرت كويس، خلاص اقعد كل يوم لو انت مستواك قليل ذاكر انجليزي، خلص يونت 1 ده ما تسيبش فيه حاجه. لو جيت يونت 2 مش عارف نصه او ثلاث ارباعه، يبقى اللي انا هقوله باقي السنه ما يلزمكش. والمره الجايه انا هبدا بالقطعه.